احلى جاتوه شاتوه هتعمليه بطريقه اقتصاديه بسيطه بدون لا بيض ولا زبده ولا لبن، وهيطلع معاكي هش وطري وطعمه حكايه كانك عامله كيك اسفنجي بالظبط. احضر الخلاط، هضيف فيه كوبايه من الميه الدافيه، هضيف عليه كوبايه من السكر، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام ويكون كاكاو طعمه حلو، هضيف معلقه كبيره من الكريم شانتيه الخام، هضيف كمان مكعب شوكولاته خام حطيته في كيس تلاجة نضيف بالشكل ده وسيحته في ميه سخنه، هنزل بيه عليهم نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله او الفانيليا البودر المتوفر عندك. اضرب المكونات دي كلها كده مع بعض، هنزل عليهم بكوبايه من الزيت النباتي اللي يكون طعمه حلو، هنزل سرسوب رفيع من الفتحه بتاعه الخلاط لحد ما قوام الصوص يتقل معايا بالشكل ده. قوام الصوص هاخد منه كوبايه وهاخد كمان ربع كوبايه هضرب بيهم الكريمه، كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه هنخلهم كويس مرة واتنين وتلاتة عشان يديني هشاشة حلوة للكيك، نص كوباية من النشا، باكو كيك شيف او بيكنج باودر، رشة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة البيكنج صودا. هقلب المكونات الجافة كلها مع بعض وانزل عليها بخليط الصوص اللي احنا عملناه، هقلب كل خليط الكيك كده مع بعض، هنزل بنص كوباية من المية السخنة وبقى معايا بالقوام الجميل ده. في صينية عندك ادهنيها دهنة خفيفة بالزيت ورشيها رشة خفيفة كده برضو من الدقيق وانزلي بالخليط. شايفين قوام الكيك؟ احلى كيك صيامي تعملي بيه جاتوه شاتوه حاجة كده تحفة. هنخبط خليط الكيك كده خبطتين بالراحة وبعدين بخلة دخله الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما الكيك يستوي، واكون مشغلة الفرن من قبل ما ادخل الكيك ب10 دقايق علشان تاخد درجة الحرارة المظبوطة. اعمل الكريمة نص كوباية من الكريم شانتيه الخام النباتي وده بيتباع عند محلات بيع مستلزمات الحلواني. هجيب نص كوباية من المية الساقعة المتلجة بالشكل ده، هنزل شوية بشوية واضرب. ده شكل الكريمة بعد ما ضربتها بالمية، هنزل عليها بمعلقتين صوص الشوكولاتة اللي خليناهم. ده شكل الكريمة بعد ما ضربتها بمعلقتين صوص الشوكولاتة اللي كنا شايلينهم. اخدت معايا الكيك 25 دقيقة في الفرن بالشكل ده عشان هي كيك رفيعة، اختبرتها بخلة بالشكل ده لقيتها مستوية ومفيش اي عجينة. بعد ما خرجت من الفرن سبتها تبرد تماما بالشكل ده، هضيف عليها الكريمة. سوينا الكريمة بالشكل ده على الكيك وبعدين نحط له صوص الشوكولاتة. هنضيف صوص الشوكولاتة اللي احنا شايلينه، نفرد الصوص بالشكل ده على الكريمة. احنا عاملين طبقة خفيفة، ندخله التلاجة لمدة نص ساعة كمان يتماسك. زي ما قطعتها بالشكل ده هزينها بشوية من جوز الهند. احلى جاتوه شاتوه هتعمليه بأبسط واسهل طريقة. شايفين الطراوة بتاعت الكيك؟ حاجة كده روعة.